خدي بالك يا ميرو، بصي رقية بتتكلم عليكي وبتقول ان انتي شكلك وحش وباردة. رقية؟ ماشي يا رقية، كده برضو تعملي فيها كده؟ انتي فكرة ايه؟ هي اصلا مش بتحبك. خلاص ماشي عرفت. ايه رأيك يا ميرو النهاردة نلعبوا شوية في البريك؟ ميرو انا بكلمك مش بتردي عليا ليه؟ كده مش عايزة ارد عليكي وخلاص. انتي ليه بتقولي كده؟ انتي ليه بتتعاملي معايا كده؟ في حاجة حصلت ولا ايه؟ يا ميرو انا بكلمك انتي مش بتردي عليا ليه؟ يا ميرو يا ميرو. في ايه يا ميرو؟ هي رقية بتعيط ليه؟ مش عارفة بتعيط ليه، اسأليها. ما انا سألتها وقالت لي ان انت زعلانة منها. هو انت زعلانة منها ليه؟ يرضيك تقول عليا شكلي وحش وباردة؟ لا الرقية محترمة، عمرها ما تقول كده اصلا. لا بس هي قالت وخلاص، انا مش عايزة اكلمها تاني. بس على فكرة اللي قالك كده بيوقع بينك وما بين رقية عشان هو متغاظ. ما تحاوليش تبرري موقفها وانا برضو زعلانة منها. ايه يا ميرو حبيبتي، الحمد لله على سلامتك. يلا عشان احضر لك الغدا. لا يا ماما انا عايزة انام خلاص، مش عايزة اتغدى. تعالي حبيبة ماما، انتي مكشرة ليه كده؟ تعالي اقعدي جنبي احكيلي، في حاجة حصلت ولا ايه؟ ما فيش يا ماما، بس انا مصدومة في رقية صاحبتي. ياه مصدومة؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ احكيلي. يرضيك يا ماما تقول عليا شكلي وحش وباردة؟ انا مصدومة فيها. لا طبعا يا حبيبتي مرضنيش، بس ليه قالت عليكي كده؟ وانتي سمعتيها بتقول عليكي كده؟ لا يا ماما مش انا، دي صاحبتي هند سمعتها وجت قالت لي. بس كده يا حبيبتي، ما شتمك الا اللي بلغك. يعني ايه يا ماما؟ يعني يا حبيبتي مادام انتي ما سمعتيش رقية قالت كده، يبقى البنت دي بتوقع ما بينكم. وحتى لو هي سمعت رقية بتقول كده، ما كانش صح ابدا ان هي تيجي تقولك. لا يا ماما هي بتنبهني وبتعرفني حقيقتها. لا يا حبيبتي، هي مش بتنبهك، هي بتوقع ما بينكم. وبعدين كان واجب عليكي تروحي تسألي رقية هل هي قالت فعلا الكلام ده ولا لأ، علشان ممكن تكون رقية ما قالتش اصلا الكلام ده. خدي بالك ان بعض الظن اثم. يعني ايه يا ماما؟ يعني يا حبيبتي حرام تفترضي سوء الظن في حد. لازم الاول تتأكدي وتشوفي وتسأليه وتواجهيه، مش تظني فيه سوء على طول كده. الصراحة يا ماما هي جت تكلمني وانا مرضتش ارد عليها. غلطانة يا ميرو، المفروض كنت كلمتيها ورديتي عليها وواجهتيها، لكن انتي خصمتيها من غير ما تفهميها. المفروض اعمل ايه يعني؟ زي ما قلتلك يا ميرو، واجهيها وشوفي فعلا هي قالت الكلام ده ولا ما قالتهوش. لو قالته يبقى قولي لها انتي ليه بتقولي عليا كده، وخدي منها موقف. لكن لو هي ما قالتهوش بقى تكلميها وتعتذري لها على فهمك الغلط ليها. حاضر يا ماما. ايه يا احمد مكسر ليه كده؟ ابدا، ده في واحد قاعد جنبي في الديسك مش طايقه. مرة كان عيان ورجع جنبي وساعتها انا قرفان منه. كل ما اشوفه افتكر القرف. انا عايزه اطفشه من الديسك باي طريقه بسيطه، افضل ضايق فيه لغايه ما يطفش. انا عاملها زي مش عايز يطفش. بص انا همشيه وانت تعالى انت اقعد جنبي. ماشي، انا بحب اقعد قدام قوي برضو. بقولك ايه، انزح شويه انا مش عارف اقعد. يا ابني انزح اكتر من كده، ايه انت زهقتني. بقولك انزح يا اما هضربك. لا انا هقول للميس بقى انا زهقت. يا ميس يا ميس. في ايه يا فارس؟ تتكلموا طول الحصة، في حاجة ولا ايه؟ يا ميس احمد عمال يضايقني وانا عايزه اسيب الديسك وامشي. طب ممكن بس يا حبيبي تصبر لما اخلص الحصة، بعد كده بقى اشوف الموضوع ده. حاضر يا ميس.
ايه يا احمد، مالك شكلك فرحان كده؟ اه يا بابا فرحان قوي، حصل موضوع النهارده فرحني قوي قوي. ياه الدرجة دي؟ احكي لي ايه اللي حصل. كان في واحد زميلي قاعد جنبي مش طايقه، اتفقت انا وعمر صاحبي اللي انا همشيه وانا هجيبه مكانه. يعني ينفع تتحالف مع صاحبك وتمشي زميلك اللي جنبك؟ طب ازاي ده كده يحصل؟ اه يا بابا مرة رجع في الديسك جنبي ومن ساعتها وانا قرفان منه. يعني هو عشان تعبان ورجع غصب عنه تقول انا بقرف منه؟ لا كده حرام وعيب. يا بابا كل ما اشوفه افتكر منظره وهو بيرجع واقرف وهو مش طايقه جنبي. يعني انت يا احمد لما بتعيا ماما بتقرف منك او الدكتور اللي بيكشف عليك بيقرف منك؟ لا كده تفكيرك غلط خالص، ما ينفعش كده. واجب عليك لما صاحبك يبقى تعبان لازم تتعاطف معاه، عشان كده حرام. صحيح يا بابا، لو قرفته مني هزعل. خلي بالك يا احمد، اللي انت عملته دوا اسمه غيبة ونميمة. بدل ما تواسيه تعمل فيه كده. مش كده وبس، تتفق مع صاحبك عشان تمشيه من مكانه اللي هو من حقه. انا ايه غيبة ونميمة يا بابا؟ الغيبة والنميمة يا حبيبي ان تذكر اخاك بما يكرهه، لان ربنا قال في كتابه العزيز: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كده لا تظن في حد سوء ولا تتكلم في غيابه. اللي بيتكلم على حد كأنه بياكل في لحم أخوه. وأكيد يا أحمد لو حد اتكلم عليك هتتضايق وهتزعل. ليه بقى بترضى غيرك؟ طبعا هتضايق يا بابا. انت بعد ما عرفت القصة دي يا احمد هتحل الموضوع ده ازاي؟ مش عارف يا بابا، بس انا بفكر في دماغي اقول له تعالى ارجع مكانك. رأيي اللي انت تعوضه عن الكلام الوحش اللي انت قلت عليه، وتطيب خاطره وتصالحه، ويا ريت تجيب له هدية او اي حاجة حلوة هو بيحبها. عندك حق يا بابا. حاول يا احمد تلتمس الناس الاعذار خصوصا المريض. حاضر يا بابا. اي موقف ابنك او بنتك يمروا بيه خديه فرصة علشان تعلميه. اي غلط يتسكت عليه بيكبر معاه. بالحب فهموهم وعلموهم، واوعوا تنتقدوهم. يا ريت تكون الرسالة وصلت وحلقة النهاردة عجبتكم، وما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد من حكايات ماما ميرو.